بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اذكروا الله ذكرا كثيرا يا حبايب قلبي، وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تفرج بها الهموم، تفرج بها الكروب، وتفك بها العقد ان شاء الله. اللي قدامكم دي يا حبايب قلبي صينية بطاطس بالكبد والقوانص. حاجة جديدة وحاجة حلوة، وحبينا نغير عن روتين الكبد والقوانص اللي احنا بنعمله دايما. قبل ما نبدأ الفيديو يا حبايب قلبي، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. دول يا حبايب قلبي عملنا جنبهم حبة رز، والاكل طلع بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، طلعت بسم الله ما شاء الله، طعمها تحفة وريحتها يا بنات حاجة بسم الله الله اكبر. حبة رز، حبة سلطة، وصينية البطاطس بالكبد والقوانص. يلا بينا نبدأ الفيديو. بصوا حبايب قلبي، انا جبت كيلو كبد وقوانص، وطبعا قطعتهم تقطيع ما قطعتهمش، معلش عفوا، سبتهم صحاح. بصوا حبايبي، غسلتهم غسل حلو، غسلة نضيفة، وشلت الدهون اللي حوالين القوانص، ونقعتهم، جبت لهم ليمونتين كده حلوين، وعصرتهم في المية مع حبة ملح، وقشر الليمون سبته فيهم بتاع نص ساعة كده عشان يطعموا من ريحة الليمون، واي ريحة زفارة في الكبدة او في القنصة تمشي منها. لان انتوا عارفين يا حبايب قلبي، اكتر حاجة في الفرخة زفرة هي الكبد والقوانص، بتبقى الزفارة بتاعتها شديدة شوية، علشان كده مفيش حاجة تضيع الزفارة الا الليمون. ده الاستاذ محمد كان مشربش كوباية السحلب بتاعته امبارح، فجه شربها النهاردة وصمم انه يطلع في الفيديو، بيقول لي احلى كوباية سحلب شربتها من ايد ماما. ربنا يهديك يا محمد ويخليك يا رب. هنا يا حبايب قلبي جبنا حبة توم كده، دقناهم، وحبة التوم دول هنقسمهم نصين. جبنا حبة 3 4 كده قرون فلفل اخضر، على 2 شطة، بس شطة من اللي هي البنات الوسط، مش الشطة الحراقة قوي. لو شنطة سبايس الحراقة قوي ممكن تحطي قرن واحد او نص قرن، لان بتبقى الشطة بتاعتها ايه شديدة شوية الحرقان بتاعها. يا رب يا حبايب قلب الفيديو يعجبكم، ويا رب يا حبايبي تقولوا لي رأيكم في الكومنت، ايه رأيكم بقى، عجبتكم ولا لا؟ ويا ريت ما تنسونيش في اللايك. بصوا حبايب قلب الحلة دي انا حطيت فيها حبة مية، حتة توم، وحطيت نزلت فيها القوانص، لان القوانص طبعا انتوا عارفين بتاخد وقت في السوا غير الكبدة. اديتها بس 10 دقايق كده او ربع ساعة على النار، بس ايه يعني ايه نص سوا كده، وهتكمل سواها في الفرن مع الكبدة. جبنا طاسة، صينية كده بتاعت فرن حلوة، نزلت فيها حبة الفلفل اللي انا مقطعاهم مع معلقتين زيت. هنحط فيها، وحطيت فيها البصلة، لا التومة يا حبايبي، حطيت فيها التومة، وقطعت لها 3 بصلات كده جوليان، ولا التومة هي لسه هنحطها. بص حبايبي، نص التومة خدنا نصها وسيبنا نصها، هقول لكم هنعمل بيه ايه. نقلبها كده تقلبتين 3 لحد ما ريحة التومة تطلع، يا دوب بس تتبيلة، ما تخليش التومة تحمر منك، خلي التومة ايه نية، مش ما تسويهاش، هي بس التتبيلة تطعم بريحة البصل، وريحتها تطلع ما اقولكمش بقى على الريحة وجمالها. مدرج ما حطينا التوم، الريحة بقى ايه ما شاء الله ملت المطبخ. طعمها يا بنات بسم الله ما شاء الله طلعت جميلة قوي قوي. وتغيير كل مرة ما بنعمل كبد وقوانص، الروتين بتاعنا اللي احنا عارفينه، بنقطع الكبد والقوانص حتت صغيرة وبنشوحهم تشويحة جامدة، وبعد كده بنحط لهم بتاع كوبايتين شاي مية او كوباية شاي مية، وبنسيبهم يغلوا عشان القوانص طبعا تستوي، المية دي عشان القوانص تستوي، انما الكبدة ما بتستحملش، بتستوي على البخار. ونسيبهم يغلوا بقى مع بعضيهم. لو لقيناهم نشفوا ولسه القنصة ما استوتش، بنزود لهم حبة مية ايه شوية بشوية. بعد كده بنحط لهم حتة تومة
وحبة قرنين 3 فلفل اخضر في اخر حاجة قبل ما نقفل ب5 دقايق بالظبط او بدقيقتين كمان. يا دوب نحطهم ونقلبهم تقلبتين ونقفل عشان الريحة تبقى موجودة، وعشان الفلفل ما يتبلش يفضل اخضر معانا. انما طريقة الفلفل يا بنات في الاول دي تقلبتها بمعلقتين الزيت، الفلفل هيفضل اخضر معايا لحد ما اخلص الطبخة. حتى بعد ما تخش الفرن وتطلع هتلاقي الفلفل لونه اخضر فيها. قطعت لها 3 بصلات كده وسط، جوليان كده مدورين زي ما انتوا شايفين. وبحاول افكك البصل من بعضه وهقلبهم برضو اما البصل كده ايه يدبل، مش يستوي حبايب قلبي، يدوب بس تدبليه كده. يا ريت ما تنسونيش في لايك حلو كده من ايديكم. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا بخير، كل سنة وانتوا بصحة وسعادة، والأشهر دي تحققوا فيها حلمكم يا رب العالمين. يا رب الأشهر دي أشهر مباركة، ادعوا فيها بكل ما تشتهيه الأنفس، ادعوا فيها بكل اللي نفسكم فيه، ربنا يحقق حلمنا وحلمكم يا رب. هنا بقى ايه يا بنات، بعد البصلة ما دبلت حاجة بسيطة هننزل بالكبدة بقى. هننزل بالكبدة وهنفضل نقلب فيها عشان تتطعم وتشرب من ريحة التتبيلة دي. هنقلب فيها بتاع 10 دقايق كده لغاية ما الكبدة تتطعم وطعمها يخش في البصل والثوم والفلفل. هتبقى طعمها ايه بقى، والله عايزة تتاكل هي وكده على النار قبل ما تشطبيها من جمال ريحتها. يا رب حبايب قلبي، يا رب كل اللي يعمل لي كومنت وكل اللي يعمل لي لايك، يا رب اجبر بخاطره، يا رب اجبر بخاطره في الدنيا والآخرة يا رب. كل اللي يعمل لي كومنت كل اللي يعمل لي لايك يا رب اجبر بخاطره في الدنيا والآخرة يا رب زي ما بيجبر بخاطري. هنا بقى هنحط لها معلقة ملح. طبعا الملح يا حبايب قلبي طبعا ده بالنظر، عشان الحاجة تطلع معاكي مظبوطة، ما تطلعش لا زايدة ملح ولا ناقصة ملح. لو ناقصة ملح تعرفي تعالجيها، ناقصة ملح حتى بعد ما تيجي تقدميها لو ناقصة ملح تعرفي تعالجيها وتظبطي ملحها حتة هي وعلى الترابيزة او على الطبلية او اي مكان اللي انت بتاكلي فيه. انما لو الملح بتاعها زايد دي بقى اللي بتبقى رزلة شوية وبتبوظ الاكلة، حتى لو كلتيها وعديتيها بس بتاكلها وانت مش مستريحة. نحط لها حبة فلفل اسمر، حتة بابريكا، بس حبيب قلبي ربع معلقة فلفل اسمر، عشان طبعا مادام في كبد وقوانص يبقى في فلفل اسمر، في كمون، في بابريكا. بس يا بنات احب الكمون، انا ما بحبش احط الكمون دلوقتي، بحب احط الكمون اخر حاجة عشان يفضل محتفظ بريحته. اخر حاجة خالص الكمون عشان الريحة بتاعته تبقى لسه موجودة في الاكل، لكن لما يستوي بالاكل الريحة بتاعته ما بتبقاش موجودة في الاكل، بتطير بمعنى الاصح، او ما بتبقاش الريحة نفسها زي ما تكوني لسه حاطاه كده قبل ما تشطبي. قومي بقى وفك الكسل واعملي الشقة وروقي وظبطي حالك. بجد الشغل في الشتاء بيبقى حلو قوي قوي قوي، برغم ان الجو بيبقى يعني ايه لسعة البرد دي فيه مش عايزة تقومي من تحت البطانية، لكن قومي شيلي البطانية وقومي روقي بقى. لو عندك حبة غسيل اعمليهم، عندك تطويق طوقي، عندك مسح مسحي، عندك حبة مواعين شطبيهم. احنا حبايب قلبي دايما زي ما بقول لكم تكرارا ومرارا، احنا بنشجع بعضنا، احنا ما بنعلمش بعضنا ابدا ابدا، استحالة. كل واحدة استاذة في بيتها، كل واحدة بسم الله ما شاء الله عليها. احنا بس احنا بنشجع بعضينا. انت بتشوفيني لو انت كسلانة ممكن تشجعي، انا بشوف فيديو الاخت حبيبتي ليا بتشجعني. بص حبايب قلبي حتة التومة التانية يا دوب حطيت عليها معلقة، خدت معلقة شوربة فكيتها بيها وحطيتها عليها، بس برضو خليت حتة كمان منها هنحطها يا حبايب قلبي فين، هنحطها هنعمل 3 4 قطيات كده في شفشق الخلاط، يعني نص شفشق قوطة، وهنحط معانا نص شفشق القوطة ده
هنعمل معاه قرنين فلفل، هنحط معاه قرنين فلفل، وهنحط معاه حتة التومة، لأن حتة التومة الخضرا دي لما تتحط مع القوطة وتخلطيها بتديكي بص الريحة بتفضل موجودة في الصينية لحد ما تخلص. في أي أكلة تعمليها تفضل موجودة فيها لحد ما تخلص، بسم الله ما شاء الله. وهنا قطعنا البطاطس وحطيت حبة قوطة بس كده من الشفشق اللي انا ضربته في الخلاط على البطاطس. بعد كده هننزل بقى ايه، وحطيت القوانص معاهم طبعا وقلبتهم تقليبة حلوة وسبتهم 10 دقايق اتشربوا زي ما الكبدة اتشربت من التتبيلة. القوانص برضو اتشربت من التتبيلة. كده بقى هنضيفهم على الوش وهنحطهم على الوش، وهننزل عليهم برضو بايه، بحبة قوطة. يا رب يا حبايب قلبي، لو حد جرب صينية البطاطس دي بالكبد والقوانص يا رب تعجبكم وتنال اعجابكم يا رب. ويا ريت ما تنسونيش في الكومنتات، يا ريت يا حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايكات، يا ريت تقولوا لي ايه رأيكم. يعني بحاول اعمل على قد ما اقدر، بحاول ارضي جميع الاطراف علشان الكل ياكل والكل يجتمع على اكلة واحدة. في بقى اللي مش هاكل، مش انت عملت ان انا عايز بانيه، واللي مش عارفه انا عايز ايه. بس الحمد لله بفضل ربنا بسم الله ما شاء الله عجبتهم كلهم. بص حبايب قلبي، انا بقى في الاخر على الوش حبه كمون، حبه فلفل اسمر. كده كده احنا بنحط حبه ملح في الشفشق القوطه مع حته التومه مع قرن الفلفل، يعني الماء مش عايزين ملح تاني. هو بس على الوش حبه كمون، ويعني نص معلقه كمون كده، او لو معلقه كبيره تبقى ربع معلقه. حطيت فلفل اسمر رشها على الوش، وممكن بس هي كفايه قوي كده عشان تبقى خفيفه ما تبقاش تقيله. لو من النوع اللي بتحبها دسمه شويه ترش لها ايه، حبه زيت على الوش يلمعوها. لكن هي طبعا عشان متقلبه في الزيت ده كده بسم الله ما شاء الله جميله قوي عشان تبقى خفيفه. لان احنا ما بنحب بس يا حبايب قلبي بعد ما خلاص كده ظبطناها كده خلاص هنديها بقى كام غلوه من فوق وبعد كده هندخلها الفرن. و ادي يا حبايب قلبي شكلها بعد ما خلصت. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، بسم الله ما شاء الله شكلها وريحتها، يعني بصي تشبعك. كنت عاملاها بقى وكان اول يوم امبارح الاثنين، كان اول يوم في رجب. كل سنة وانتم طيبين، وكان اول يوم صيام لينا، طبعا كلنا صايمين الحمد لله بفضل ربنا. آه، وربنا يتقبل من كل واحد وواحدة صايمة يا رب، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ويا ريت يا حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك والشير، وكل اللي شرفني في القناة شرفني ونورني. وحسن الختام سلام والسلام عليكم. وهنا يا حبايب قلبي ادي الأكل اهو بعد ما خلصناه وغرفناه. شكل البطاطس بسم الله ما شاء الله مستوية جدا، زبدة البطاطس كده. عملنا جنبها حبة سلطة وحبة الرز، واللي حابب ياكل رز ياكل، واللي حابب ياكل بعيش ياكل.